لو عندك ويب سايت، 4 حاجات ممكن تكسبك لو عملتها من غير ما تضايق العميل. أول حاجة اللي أنت تعمل gift box وتشوف تكلفته قد إيه، وفي عملاء كتير بيحبوا يبعتوا هدايا لأصحابهم. تاني حاجة إن أنت تضيف خانة للتيبس وتعملها نسبة من الأوردر، ولتكن 1% و2% و5%. في عملاء كتير بيحبوا اللي هم يسيبوا تيبس للستاف، فبالتالي هتاخد فلوس للاستاف عندك وتديهولهم كحافز ليهم. كمان لو خلقت فرايتي من الدليفري، لو عملت مثلا دليفري اوفر 500 وخليت الدليفري فري ده ان هو يوصل خلال يومين، ولو دفع العميل 40 جنيه مثلا يوصلوا تاني يوم، ولو دفع 100 جنيه يوصلوا في نفس اليوم، هتلاقي نفسك بتكسب ميرفر. حاجة تاني، لو حطيت تكلفة على الكاش اون ديليفري ولتكن حطيت 15 جنيه مع الناس اللي هي بتدفع كاش اون ديليفري، لو فرضنا ان انت بتعمل 200 300 اوردر، هتكسب من ال 15 جنيه دي رقم كبير، والعميل برضه مش هيتضايق لان هو معظم المواقع بتحط فيس على الكاش اون ديليفري. جرب ال4 حلول دي وشوف هتكسب من وراهم قد ايه.